النهارده هنعمل مع بعض الرقاق الطري الفلاحي، وهنعمله مع بعض على عين البوتاجاز من فوق. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وهقولك ازاي يطلع معاكي باللون الجميل دوت، وازاي يطلع معاكي طري واخد لون كله من فوق ومن تحت. حلو قوي لسحور رمضان، وهتعمليه باللبن الرايب والكريمه. طريقته سهله جدا وريحته حلوه قوي. ولو اول مره تشوفوني، انا اسمي فاطمه ودي قناتي. يا ريت ما تنسيش تحطي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واول حاجه معايا كيلو من الدقيق، ما يعادل 8 كوبايات من مج الشاي العادي، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقتين صغيرين من السكر او معلقه كبيره من السكر. وهقلب المكونات الجافه كويس قوي مع بعض بالشكل دوت. ومعايا بقى اللبن الرايب اللي احنا هنعجن بيه الرقاق بتاعنا. انا عاملاه في البيت، ولو ما عندكيش رايب ممكن تستغني عنه تماما وتستعملي حليب، او لو عندك شرش من اللي بيطلع من الجبنه القريش واحنا بنحضرها في البيت، ممكن برضو تعجني بيه، مفيش اي مشكله. وممكن برضو تعملي ميكس ما بين الميه واللبن. ولو ما عندكيش لبن خالص مفيش مشكله، هتستعملي ميه مع علبه زبادي هيطلع جميل. انا كده حطيت كوبايتين من اللبن الرايب، وحطيت كمان 3 معالق كبار من القشطه او الكريمه اللي هي وش اللبن. انا برضو عاملاها في البيت عندي. هبدأ كده بالسباتلا هقلب العجين الدقيق بتاعنا مع الحليب اللبن الرايب ومع الكريمه. بعد كده شلتها، وهبدأ ان انا الم العجين بايدي كده، وهبدأ اعجن، والعجينه كانت يابسه معايا. بدأت كده بالكوبايه التالتة من الرايب، هبدأ انزل كده بنصها، وبدأت الم العجينه واعجن بالشكل دوت كده. المواد السائله بننزل بيها تدريجيا، لان كل دقيق بيختلف من نوع للتاني لشرب للسوائل. بنفضل نعجن بالشكل دوت كده ونلم العجينه. انا كده نزلت بالثلاث كوبايات كاملين كده من الرايب. وزي ما قلتلك كل دي بيختلف من نوع للتاني لشرب للسوائل، يعني وانتي تحطي تدريجيا. هنفضل نعجن بقى لغايه ما العجينه تبقى معانا طريه وناعمه. وفي الوقت دوت حسيت ان العجينه ناشفه شويه معايا، جبت نص كوبايه من الميه حطيتها جنبي. ولو عندك لبن برضو ممكن تضيفيه. بدات كده ان انا اضيفها تدريجيا بالشكل دوت. نزلت كده بالنص كوبايه كامله، وهبدأ اعجن بالشكل دوت لغاية ما تبقى معايا عجينة طرية بالشكل ده. بعد كده معايا نص كوباية من السمنة السايحة، نزلت بيها على العجين بتاعنا. وممكن برضو تعملي ميكس ما بين الزيت والسمنة. هبدأ اعجن كده العجينة والمها بالسمنة بتاعتنا. اول ما بنحط السمنة ونبدأ نعجن، هنلاقي ان العجينة بتاعتنا بدأت ان هي تتقطع مننا كده. ما تقلقيش خالص، هي مع العجن هتبقى معانا عجينة طرية ومتماسكة. هنبدأ بقى نعجن بالشكل دوت كده. انا عجنتها 10 دقايق كده او ربع ساعة. واهم حاجة تعجني كويس عشان يطلع معاكي نتيجة كويسة. وهنا ما شاء الله العجينة بتاعتنا بقت طرية وناعمة. العجينة بتاعتنا بتاعت الرقاق بتبقى طرية، بتلزق بسيط كده، ما بتبقاش ناشفة زي البكاكين. تمام. هبدأ ان انا اكورها بالشكل دوت كده على شكل كور صغيرة. حجم الكورة كان تقريبا 80 جرام. انتي حابة تكبريها اكتر من كده، حابة تصغريها، على حسب ما انتي عايزة. هنكورهم كلهم حجم واحد بالشكل دوت. وهنا كنت خلصت كل الكمية بالشكل دوت كده. بنجيب صينية وبنرشها رشة من الدقيق، وبرص الكور بتاعتنا جنب بعض بالشكل دوت. وفوطة نضيفة او قماشة نضيفة مخصصة للعجين بغطيها، وهسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. بعد ما عدى ربع ساعة جبت اول كورة احنا كورناها، حطيتها قدامي بالشكل دوت كده، ورشيت رشة من الدقيق فوقها كده وتحتها، وبدأت ان انا افردها بايدي وادورها الاول كده. بعد كده جبت النشابة، وهبدأ ان انا افردها بالشكل دوت. نفردها بسمك، لا هو تخين ولا هو رقيق جامد، عشان ما تنشفش مننا وهي على النار. وهنا كنت خلصتها بالشكل دوت. هركنها بقى على جنب، وهعمل برضو واحدة تانية. رشيت برضو رشة من الدقيق، وجبت كورة تانية، وبدأت ان انا افردها كده بالاول بايدي، وهبدأ ان انا ادورها بالشكل دوت. بعد كده بنجيب النشابة وبنبدأ نفردها بالشكل دوت. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا، ياريت بقى ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة. هبدأ افردها بالشكل دوت كده. احنا بنفرد كذا واحدة جنبنا عشان لما نيجي نطيب على عين البوتاجاز يبقى معانا كذا رقاقة جاهزة معانا. بنرش كده رشة خفيفة من الدقيق، وبركن كده الرقاق اللي انا فردته جنبي بالشكل دوت. وبنفرد كل الرقاق كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها، بسمك ما يكونش لا رقيق جامد ولا تخين جامد. انا كنت خلصت كده كذا واحده. بعد كده بجيب صينيه حجمها كبير يكون مناسب، بحطها على عين البوتاجاز اللي في النص على نار وسط، ولا هي عاليه قوي ولا هي هاديه قوي. بتبداي انك تحطي الرقاقه بتاعتك، وبعد نص دقيقه نبدا اننا نقلبها على الجنب التاني. يعني اول ما تشد معاكي وهي لسه ما خدتش لون كده هقلبها، وبعد كده بعد ما قلبتها على الوش التاني هقلبها على الظهر تاني. بحاول ان انا احرك الرقاق كده على الصينيه كلها علشان اخد الحراره من الصينيه، لان العجينه لما بتتحط على الصينيه ممكن تبرد شويه.
قلبتها عشان ادي للوش لون، وبعدين برجع اقلبها تاني. المهم ان احنا نظبط اللون بتاعنا. طبعا زي ما انتوا شايفين الرقاقه ما شاء الله اخده لون حلو قوي واخده لون ذهبي جميل. خلاص بقى بشيلها وبحط التانية، بتاخد برضو حوالي كده نص دقيقه على الصينيه، وبعدين بنقلبها على وشها وهكذا. ولو ما عندكيش الصينيه دي ممكن تستخدمي صينيه جرانيت او صينيه تيفال. وطبعا لو الكميه كبيره هتعمليها في فرن البوتاجاز او الفرن الغاز. طريقته سهله جدا وما شاء الله الرقاقه شايفينها بتنتفخ معانا ازاي وبتاخد لون حلو قوي من تحت ومن فوق. بنكرر برضو نفس الطريقه وبنحطها بالشكل دوت كده، بتتحط معانا بكل سهوله. وبنص دقيقه بقلبها على الجنب التاني، وبسباتيلا كده بتك على الرقاقه وبقلبها معايا على جوانب الصينيه كلها عشان تاخد معايا الحراره من جميع الجوانب. ما شاء الله شايفين بتنتفخ معايا ازاي واخده لون ذهبي حلو قوي من تحت ومن فوق. ما شاء الله طريقته سهله وجميله، ومش عايزه اقولك على ريحته في الوقت دوت كانت عامله ازاي. طريقته سهله جدا، جربيه بقى ومش هياخد معاكي لا وقت خالص ولا مجهود. واول كده ما بتحمر معانا بنشيلها وبنحطها كده في قماشه نظيفه عشان يفضل طري معانا. وبنكرر نفس الخطوه في الرقاق كله. وده ما شاء الله شكل الرقاق بعد ما خلصت كل الكمية. شايفين ما شاء الله اهم حاجة اول ما نسوي الرقاق نغطيه في فوطة. ما شاء الله طالع طري جدا وخفيف شفاف وفي نفس الوقت طري. شايفين بقى التسوية ما شاء الله اخد لون حلو قوي من تحت ومن فوق وطري جدا زي المية. وريحته وطعمه بجد والله العظيم لو عملتيه بنفس الطريقة دي هتاكليه كده حاف من حلاوته ومن ريحته الجميلة. مش هياخد معاكي وقت خالص، رقاق فلاحي جميل فايته كتير جدا. اللي مش هيعمل الطريقة دي حلو جدا للأولاد وجميل قوي لسحور رمضان. وتغمسيه بالشاي بلبن او تغمسيه باي حاجة. وطريقة التخزين بتاعته لو انت عايزة تعمليه كمية كبيرة وتحطيه في الفريزر بتحطيه في اكياس تلاجة وتحطيه في الفريزر بيقعد معاكي المدة اللي انت عاوزاها. بتطلعيه قبل الاكل ب10 دقايق هو بيفك لوحده. الفيديو بقى يستاهل انك تحطي لايك وتعملي شير وتحطي اشتراك في القناة. وجربيه بقى وقوليلي رايك في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.